السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة جوجو تاروت. ونقول النهاردة طاقة برج الجوزاء بتاريخ 6 أكتوبر. يلا بينا كده يا برج الجوزاء نشوف الطاقة بتاعتك. بسم الله. الجوزاء مشغول في ايه يا جوزاء؟ بتفضل نفسك على حاجات أو بتفكر، يعني أنت بدأت تركز على نفسك. شايفة الجوزاء بيحط حدود لناس، مفتقد شيء وعايز ترجعه ليك تاني يا جوزاء. في حاجة كانت في حياتك الفترة اللي فاتت مش عاجباك وبتعترض عليها، بس كان في صمت. أنا شايفاك كنت بتعمل ده بس في صمت. الجوزاء يا بيترفع له بلوك، يا بيحط بلوك، يا بيحدد معاملته مع حد الفترة اللي جاية. شايفة الجوزاء محتار، شايفة الجوزاء في حيرة، شايفة الجوزاء بيفكر بطريقة الفترة اللي جاية فيها يا أكون يا لا أكون. يعني أنا شايفة الجوزاء هنا بيقول تفكيري أو طريقة معاملتي الفترة اللي جاية يا إما تجذب لي الشيء ده يا إما هضيعه من إيدي. أنا مش عارفة هو إيه، بس تعالى نحدد. أولا أنت تفكيرك عملي شوية يا جوزاء، عايز تعدل في وضعك المادي بطريقة يعني سريعة. في حاجة انت بتسعى لها، ممكن انت تكون الفترة دي بتبذل مجهود جامد جدا في العمل وعايز تحقق شيء معين، او عايز يعني تمتلك مبلغ مادي معين، او في حاجة انت عايز تشتريها، او في حاجة انت عايز تتحصل عليها يا برج الجوزاء. علاقتك العاطفية شوية كان فيها تشتت وامور او اكاذيب، او كنت حاسس مثلا ان العلاقة بتاعتك كان فيه تدخلات من اشخاص خلت فيه سموم في العلاقة، او انت ممكن كنت بتنشن شويه هو بيتنشن شويه. انت كنت حاسس الفتره السابقه دي طاقه سابقه على فكره، ان الجوزاء كان حاسس ان علاقته شويه هو ما كانش مرتاح، او هو حاسس ان في حاجه موتراه، كان حاسس ان في شيء، حاسس ان الشخص ده مثلا ممكن يتغير اسلوبه، تعدل فيه حاجه، في حد عايز يخرب حياه الجوزاء. تعال نكمل، لان انا شايفاك اصلا هنا يعني التعديل او الحيره اللي عندك دي ممكن يكون الفتره اللي جايه هتحاول ان انت توصل رساله لاشخاص معينين في حياتك ان لازما كل اللي بيحصل في حياتي ده لازما انا اكون لي رغبه فيه، مش هسمع كلام حد، ومش عايز اوافق على حاجه انا مش عايز اوافق عليها. في اعتراض هنا في طاقه الجوزاء على شيء بيتم، برغم ان على فكره يعني انت يا جوزاء بتحاول تراضي اللي حواليك، بس هم شكلهم ما بيتراضوش. يعني في حاجه هنا يا اما الشريك يعني كان وصلك لمرحله ان انت خلاص بدات تفقد الامل ان انت تعدل معاه في حاجه. شايفاك هنا بتمشي من شيء، بس انت عندك فيه ترحاب. يعني ممكن يكون الطاقه السابقه دي اوف اون، خلاف، مشاكل، علاقه كانت ساكته وبدا يكون فيها تعديل. ممكن يكون شخص في حياتك يا جوزاء خارج من علاقه مخليه ما كانش عنده ثقه في المعاملات مع الاخرين. فانا شايفاه يعني في حاجه كانت واقفه في العلاقه العاطفيه بتاعه الجوزاء وبدات تتحرك. انا شايفه يا اما شخص ما اعترفلكش بمشاعره هيعترف هنا، يا اما في شخص كان متباعد عنك يا جوزاء هيرجع وهيبقى في ما بينكم مقابله وصلح. هنا في حاجه في علاقه الجوزاء بتتعدل، بتدعي الفتره دي بتحقيق امر معين في حياتك يا جوزاء. شايفاك بتلجأ لرب العالمين، روحانياتك عاليه جدا 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 جدا. يعني بتفكر في الشيء بتلاقي فيه حاجات بتحصل منه قدامك، واوقات كتير احلامك الفتره دي انت ما انتش فاهم اساسها، او انت في اشارات عماله تجيلك وانت تقريبا ما انتش فاهم معانيها ايه. شايفه كمان ان انت جواك مكسر وماشي تضحك، يعني انت من جواك شيء وبتبين شيء تاني. من جواك حاسس بخساره، بس انت بتبين ان انت لا انا تمام. الجوزاء الفتره دي في المعدل ده في حد بيراقبك وفي حد بيبص عليك يا جوزاء ومستني منك شيء، وانت كمان يعني عايز حاجه بس تكون بثقه. يعني انا شايفاك انت ما عندكش ثقه، او الشخص ده خلاك فقدت الثقه، او الشخص ده خلاك يعني، او انت ممكن يا جوزاء الفتره اللي فاتت خلتك مش بتصدق كلام بيتقالك. في حاجه مع الجوزاء هنا كانت متقله طاقته مخلياه حاسس ان مفيش اي حاجه ليها معنى، او انت حاسس ان انت اكتسبت من الناس حواليك كتير
كلام خلاك يعني انت بتحبني، طيب ماشي تمام. انت في بالك بقى اثبت بقى بالافعال، لكن انت هتقعد تقول كتير بحب، انا ما كنتش باخد بالكلام ده. وشايفه كمان الجوزاء ممكن الشخص اللي انا بتكلم عليه الجوزاء مش مصدقه، دي علاقه جديده داخله اصلا للجوزاء، بسبب في شخص خرج من حياه الجوزاء، او كان موجود في علاقه الجوزاء الفتره اللي فاتت، كان كلام كتير بدون فعل. فالجوزاء هنا ممكن يكون طالع لي بطاقه الفول، ان هو ما عندوش مصداقيه في الكلام او في كل اللي بيحصل في حياته بسبب الشخص المعين ده. طيب، فانا شايفه في كارتين فرضوا نفسهم علينا. تعالوا نشوف ايه رايهم في الكلام بتاعنا ده. الشخص ده مقبل لحياتك يا جوزاء، في حد بيتابعك وعايز يقدم لك خطوه، في حد عايز يعتذر لك على اسلوب مش كويس قدمه لك. الشخصيه دي على فكره يعني انا عايزه استنتج كده من طاقه الجوزاء ان الشخص اللي كان في حياتك الجوزاء ميوله نرجسي شويه، يعني بردك للبعض وليس للكل، لان انا شايفه فيه هنا شخص بردك كان بيحاول بس محاولاته ضعيفه. بس في اشخاص كانت في حياه الجوزاء حرفيا عايزه تاخد وما تديش. فانا شايفه الشخص ده بيبص لك الفتره اللي دي وبيراقبك جدا على السوشيال ميديا. في بلوك اترفع في علاقه الجوزاء، يتحط في حاجه تخص بلوك في علاقتك يا جوزاء وجاري فيها التعديل. يا اما الجوزاء حط بلوك لحد ورفعه، يا اما انت هترفع بلوك يا جوزاء، يا حد حط لك بلوك وهيرفعه. في حاجه تخص بلوك هنا في علاقه الجوزاء وتجاري فيها التعديل للبعض وليس للكل، عشان دي قراءه عامه. الجوزاء انا شايفاك يا اما بعت رساله وما تردش عليها، يا اما جات لك رساله ومش عايز تتسرع في الرد عليها يا جوزاء. الفتره اللي جايه عندك احتفالات واوقات سعيده هتحضرها، وشايفه ان انت هتكون مبسوط قوي بردود افعال للشخص اللي في حياتك ده على حاجه معينه هيعملها معاك. الجوزاء داخل على فتره يعني هيحس ان القدر بدا يقف معاه شويه وينصفه. في ناس هنا عندها جواز وخطوبه برج الجوزاء، في علاقات هتتصاعد هنا باحتفالات او بجواز او بلم شمل او في حاجه معاك يا جوزاء، وفي اطراف سامه هتخرج من حياتك الفتره اللي جايه. في ناس كانت عايزه تشوف الجوزاء واقع على فكره. انا شايفاك بتاخد حقك في حاجه وجاري التعديل في شيء في حياتك، هتوصل لشيء انت بتسعى له يا جوزاء. وشايفه الجوزاء كمان يعني وضعك المادي ميسر بامر رب العالمين. في شيء هنا انت يعني هتبتدي فيها شغل جديد، يعني انت بتحاول ان انت تعدل في شيء معين في حياتك يا جوزاء وهتوصل له بامر رب العالمين. في ابواب او في امور كانت معرقله في حياه الجوزاء الفتره اللي فاتت جاري فيها التعديل، وكمان في ابواب هتنفتح لك الفتره اللي جايه يا جوزاء. يعني الحيره والقلق والتوتر اللي انت كنت فيه، وكمان علاقه الجوزاء بالشخص اللي معاه، انا شايفه خروج من وقت صعب وتفكير وعدم تفاهم، استشفاء في طاقه الجوزاء. انت الفتره اللي جايه جوزاء انا شايفاك هتوصل للي انت عايزه. الجوزاء هنا لما شاف نفسه وبدأ ان هو يركز على تفاصيله، بدأ يجذب شيء ليه حرفيا. في حد يا جوزاء في حياتك شايلك الهم، يعني كنت بتعيط، كنت حاسس ان انت حرفيا ما كنتش ليك ملجأ الا ان انت تقعد مع ربنا وتشتكي له من الاوضاع اللي بتدور حواليك. وشايفه ان يعني انت عندك مكافأة ربانية الفترة اللي جاية في شيء معين هتوصل له. العلاقة مع الجوزاء في العاطفة هنا، يعني الكارت ده انا ما بقدرش اتخطاه حرفيا لما بينزل في اي طاقة، لان ده بيقول لي يا اشخاص سامة طرف ثالث دخل في حياة الجوزاء، يا حد كان بيحاول يعكر صفو الجوزاء، اطراف اخرين ممكن يكون الاهل او ممكن يكون اهل الشريك كانوا عايزين يبوظوا علاقة الجوزاء بالشخص اللي معاه. حرفيا كل ده بيزول او كل ده بيبان توضيحات معينة. شايفة ان الشريك هيرجع تاني بعد ما اكتشف امر واكتشف اكاذيب في علاقته بالشخص اللي معاه. وشايفاك يا جوزاء هتوصل لامر هيبان فيه حقائق الفترة اللي جاية. بالنسبة للطاقات اللي نزلت مع برج الجوزاء، شايفة طاقات نارية وطاقات هوائية مائية. تعالوا نشوف هنا الشخص اللي في بالك يا جوزاء.
او نشد رسايل من عقل الشخص اللي في بالك، او نشوفه كده بيفكر في ايه في التوقيت ده. خايف تكون مكمل مع غيري، ايه الحكايه؟ صدقني حكايتنا لسه ما خلصتش، في رجعه هنا. انا بقول لك بيعدل في طريقته. انا اسف جدا اني انت ما تستحقش كده مني. ما تغلطش، ما يغركش سكوتي. الشخص ده بيقول لك انا مش الشخص ده بيعترف انه بيحبك. على فكره كنت دايما لابس قناع، ولكن كنت يعني انت الشخص ده بيقول لك في الكروت بمضمون الكروت انا بحبك كتير. انت ما بتطلعش من بالي خالص. على فكره في تواصل روحي ما بينك وما بين الشخص ده. العلاقه دي ممكن تكون علاقه توأم روح او توأم شعله، لان انا شايفه الشخصين الاتنين ما بيطلعوش من عقل بعض وبيمثلوا ان هما مش في عقل بعض. الشخص ده بيقول لك ما تفكرش سكوتي ان انا كده بعيد، لا انا قريب بيك وحاسس بيك. على فكره حتى لو انت تعبان وبتفكر فيا او مودك مش تمام انا ببقى عارف ده. انا غبي ان خليتك تمشي. لو هترمي نفسك في النار هرمي نفسي وراك يا جامد. بص يا جوزاء، الشخص ده استنتجي كده من الكروت بتاعته هو شخصيه صعبه وفيها نسبه تكبر شويه، او حد يعني مغرور. ما بيقولش الكلام ده الا لما الدنيا بتخرب او يحس ان انت حرفيا خلاص. الشخص ده حس ان انت بتديله ظهرك وبتتخلى عن العلاقه، او ممكن يكون هو اللي عمل كده الفتره اللي فاتت وانت خدت الكلام ده منه ونفذته انت حصري. بيقول لك انا شغاله على نفسي علشان اكون الشخص الافضل ليك، كن صبور معي. الشخص ده بيجري بيعدل في نفسه عشانك يا جوزاء. طيب نشوف الشخص ده ايه يعني ايه استنتاجه ليك يا جوزاء. الشخص ده بيحبك برغم ان ممكن يكون باين لك عكس كده خالص. عمل معاك تصرفات الفتره اللي فاتت ممكن تكون مش كويسه، بيتجاهلك، بيردش عليك، بيعمل حاجات كلها بتقول لك ان هو ولا شغلك ولا الجوزاء انت شغله اصلا ولا اي حاجه. بس الشخص ده لما حس ان انت خلاص بتعامله بالند او بتعامله بنفس الطريقه اللي هو بيعاملك بيها، خاف لا انت تسيبه او تبعد عنه. فالشخص ده في ما بينك وما بينه صلح الفتره اللي جايه، او لو الشخص ده كراش ومش بيتكلم او مش بيقول، هيكون الفتره اللي جايه بينك وبينه كلام، او هو هيفتح قلبه ويبوح لك باللي جوه. لان انا شايفه هنا طاقه شغف جايه لك بتقول لك عاطفه هناك نار مشتعله بداخل. يعني الشخص في حد منتظر منك شيء معين عشان يقول لك على اللي عنده، او في عواطف الفتره اللي جايه ما كانتش موجوده في علاقه الجوزاء هتبدا ان هي تظهر، او في بدايات جديده معاك يا جوزاء هتكون جيده جدا بامر رب العالمين. طيب الملائكه رايها ايه معاك يا جوزاء؟ طبعا كل دي راي الملائكه. طيب احنا كل الكروت دي طبعا مش هنسحبها، بس اول كارت انا هعتبره يعني اول اشاره لينا. بيقول لك الموضوع يخص الجواز، في حاجه حلوه معاك الفتره اللي جايه يا برج الجوزاء. وطبعا انا هسحب الكارت ده عشوائي، بس في كارت تاني بقى نسحبه للجوزاء برضو عشان ناكد الطاقه. بسم الله. لا بجد في حاجه حلوه جايه للجوزاء هنا. شفت الكروت ايجابيه ازاي؟ الملائكه بتبشرك بشيء حلو. بيقول لك يستحق الانتظار، التوقيت الالهي يعمل في حياتك لتلبيه احتياجاتك. في هنا علاقات بتتصاعد الفتره اللي جايه بجواز او بخطوبه، او في شخص هيرجع والعلاقه هتاخد مدار جدي جدا معاك يا برج الجوزاء. يا رب كل الخير لبرج الجوزاء الفتره اللي جايه، في اجواء حلوه جدا ابشروا بيها. كنتم في قناه جوجو تاروت، نورتوني.